الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا النهاردة الفراخ في اليوم 19. النهاردة الفراخ لها 19 يوم. الفراخ بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله لحد دلوقتي الدورة ماشية بسلام، ودعواتكم لينا إن ربنا يكملها على خير. زي ما حضراتكم عارفين إنه العلف غالي، وكلنا بنقول يا رب، لأن أي خسارة هتبقى صعبة في ظل ارتفاع العلف. لأنه زي ما قلت لكم قبل كده إن هو ال100 كتكوت هياكلوا لهم في حدود 7 تشولة علف. طيب ال7 تشولة بالأسعار دي، الشوال من 1100 ل1200، يعني هتصرف مصاريف كتيرة. يبقى لا قدر الله أي إصابة فيهم هتبقى بخسارة كبيرة، وإحنا بنقول يا رب والباقي على الله. وده إحنا بنعمل اللي علينا، والحمد لله الدورة ماشية بسلام، ودعواتكم لينا. وأتمنى ما تنسونيش في اللايك. بعض اخواتنا المشاهدين يعني بيشوفوا الفيديو وبينسوا يحطوا اللايك، فضلا وليس امرا ما تنسوناش في اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو معايا. والنهارده قلت اكلمكم لان في حاجه احنا موجوده عندنا في كل بيت وبنرميها، وانا قلت استعملها وجربتها قبل كده مع الفراخ وجابت نتيجه كويسه. انها بترفع الاوزان مع الفراخ، وبترفع المناعه عن الفرخ، وبتحافظ عليه من نزلات البرد والخرخره. قلت طالما الحاجة دي أنا عرفتها وجربتها، يبقى لازم أقولها لإخواتنا اللي بيشاهدونا ويتابعونا عشان يستفادوا منها. هوريها لكم شوية معايا. عاوزين نوزن الفراخ، لأن أنا ما وزنتش الفراخ دي معاكم قبل كده، ونشوف الفراخ يعني في مسافة 19 يوم الأوزان بتراوح بين قد إيه وقد إيه. الفراخ طبعا زي ما شايفين حضراتكم معايا بتبقى خايفة كل مرة. الدورة دي أبقى أجي أصورها معاكم، لأني أنا ببقى مغطياها من الجو بارد، بوفر في الكهرباء وبغطي المكان، ما بعملش الا مكان للتهويه. والصعب اصور لكم فيديو ازاي انا مغطيه الفراخ وبربيها عشان توفير الكهرباء وبغطي المكان، وبصورها لكم في الفيديو الجاي. دلوقتي احنا عاوزين نوزن ونشوف معانا الاوزان من بين قد ايه وقد ايه. هنمسك معاكم كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا هوقف الفيديو بس عشان الميزان في مكان تاني، عشان الفيشه اللي هنا بايظه. وادي الميزان كده زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، شغال ومتصفر معايا. وهبدأ اشيل الفرخة اهي معايا، وحطيت الفرخة اهو على الميزان. بسم الله ما شاء الله. الفرخة كده انا جايبة الميزان كله معايا اهو. الفرخة كيلو. بسم الله ما شاء الله. النهاردة اليوم 19 والفرخة معايا كيلو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنجرب ونجيب حاجة تانية عشان نشوف الأوزان بتتراوح من قد ايه لقد ايه. هاي الفرخة معايا كده في الميزان اهو جاي كله. هودي دي واجيب غيرها. وهو دلوقتي جبت فرخة تانية معانا اهي. بس استنى. وهي الفرخة بسم الله ما شاء الله، يعني 900 جرام داخلة على 950. هشوف واحدة تاني. ودي كمان واحدة. وهي دي كمان دي كيلو برضه، يبقى نفس الوزن 900 950 كيلو. هنشوف حاجة تانية. وهي جبت برضه فرخة تانية اهي. وادي الفرخة دي اهي معايا برضه على الميزان 900 جرام. يبقى الفراخ من بين 900 لكيلو. يعني بسم الله ما شاء الله الأوزان كده كويسة الحمد لله، اللهم بارك. بس ربنا يكملها على خير. من بين 900 جرام 950 وبين كيلو لحد دلوقتي كده الدورة ماشية معايا بسلام. وربنا يستر بقى من الباقي، لأن احنا عارفين إن الفراخ بتبدأ المشاكل بتبان فيها بعد 20 يوم. بس أنا بحاول بقدر الإمكان، يعني بعمل اللي عليا وبسيب اللي باقي كده على الله، وإن شاء الله خير. والفراخ لحد دلوقتي كويسة. وانا هقول لكم بقى على المشروب اللي انا حضرته النهارده، وقلت لكم عليه انه مشروب موجود في كل البيوت واحنا بنرميه ببلاش، فانا استعملته مع الفراخ جاب معايا نتيجه كويسه، وهوريه لكم دلوقتي. انا معايا هنا قشور البرتقال زي ما حضراتكم شايفين. قشور البرتقال دي دلوقتي في كل بيت، موجوده في كل بيت. ده اليوسف عندي، وده ابو سره، موجوده في كل بيت وبنرميها. وقشور الليمون
انا الليمون كانت القشور اللي بتفضل زي ما شايفين كده متجمده، كنت بشيلها في الفريزر عشان اعمل منها صابون للمواعين وبواقي الزيت المستعمل، وكنت بشيل القشور بتاع الليمون. دلوقتي قشور البرتقال انا استعملها مع الكتاكيت، بترفع من مناعة الفرخ وبتساعد على انه ما تجيش البرد ولا العطسة ولا الخرخرة. فانا همسك اضرب ده كله في الخلاط وارجع لكم تاني عشان اوريكم هنعمل بيها ايه. زي ما قلت لكم قشور البرتقال، طبعا الدنيا شتاء وقشور البرتقال موجودة في كل بيت ووريتها لكم، مفيش بيت بيخلى من البرتقال، لان احنا دايما بنجيب البرتقال معانا وبنقول نذبح البرتقال عشان فيتامين سي ويرفع المناعة عند الاطفال ويحافظ عليهم من نزلات البرد، وبيبقى موجود. والحمد لله ان البرتقال يعني فاكهة رخيصة مش غالية، في متوفر في ايدين الجميع. يعني البرتقال بيتراوح سعره من 4 جنيه ل6 جنيه الكيلو، يعني فيه ب4 البرتقال اللي هو الوسط، وفيه ب5 وفيه ب6 مش غالي. يعني احنا لو سقيت الفراخ اساسا برتقال عصير برتقال هيبقى ارخص من العلاجات وارخص من الادويه وحاجه رخيصه. بل انا ما بعمل لهمش عصير برتقال، انا بمسك القشر زي ما وريتهولكم، وده حطيت القشر في الخلاط اهو، شايفينه معايا شكله معايا اهو. وبديت ضربت القشر البرتقال مع قشور الليمون اللي انا ببقى شايلاها عشان اعمل منها صابون المواعين. ضربت هنا ده قشر 3 برتقانات وضفت لهم 5 ليمونات وضربتهم كويس في الخلاط، ودلوقتي هصفيهم وعشان اضيفهم للفراخ، وهوريكم معايا دلوقتي بالشكل ده. يعني هو اساسا انا ضربه كويس لو حطيته عفوا، عشان انا برضه انا اللي بصب وانا اللي بصور، المصفى فلتت مني بالشكل ده. لو ضفته للميه من غير ما اصفيه مش هتبقى فيه مشكله لان هو ناعم، لكن انا هصفيه وهضيفه للميه وهاجي للبواقي دي واضيفها على العلف واوريها معاكم بس لما اخلص وارجع لكم من تاني. وانا كده اهو صفيت قشور البرتقال على الليمون، وهنا البواقي دي افضيها هنا وافضي عليها العلف واوريكم انا هعمل فيها ايه. هنا ده في علف ناعم هنا في العلافات، لان انا كنت شايله العلف من قدام الكتاكيت وقلت لكم ان انا بعمل مع الكتاكيت نظام الاظلام عشان ارفع من قدامهم العلف، والنظام ده متبع مع الكتاكيت بيرفع معاهم من الوزن وبيخلي الكتاكيت لما تجوع بتبدأ تاكل والوزن بتاعها بقى بيرفع وبيزيد. احنا عارفين الطائر لما برفع من قدامه العلف لفترة، وانا قلت لكم بنشيله ربع ساعة وبعدها نص ساعة لحد النظام ده يتبع، لحد لما يبقى خلال الدور هيبقى مدته 1.5 ساعة كل يوم. بطي عليهم النور وابدأ اشيل من قدامهم العلف. وانا وزنت الكتاكيت دي على فكرة، وهو العلف انا شايلاه من قدامهم، يعني الكتاكيت دي لو واكلة كانت ممكن تزيد 50 جرام ولا اكتر. وكده هقلب وزي ما بقلب البصل وهوريكم انا هعمل ايه فيه. وده العصير بتاع قشور البرتقال بالشكل ده. بس يا حاتم جيت ليه؟ جيت طبعا مش هقول لكم بقى اضيفوا 5 سنتي ولا 10 سنتي على اللتر، طبعا انه عارفين ده حاجة مش مضرة. انا بعد ما افرم واعمل زي العصير واصفيه واوريكم والبواقي ده ضفتها للعلف، انا بضيف قد مج للسقاية الكبيرة دي، بضيف واملي عليه المية، ودلوقتي املاه واوري لكم احطه قدام الكتاكيت عشان تشرب منه. وكده انا مليت من السقاية دي للكتاكيت، وهضيفه برضه للباقي الكتاكيت الثانية بالشكل ده على المية زي ما قلت لكم، في حدود مج للسقاية كبيرة زي ما شايفين معايا. كده انا ضفت العصير اللي انا عملته من قشور البرتقال والليمون للكتاكيت، وابدا اضيف لهم العلافات عشان افضي هنا الغطا بتاع العلاف اللي انا عامله فيه بواقي القشور عشان احطه للسقايه. وبدات الكتاكيت اهي تشرب معانا زي ما حضراتكم كده شايفين. زي ما قلت لكم انا الكتاكيت شايله من قدامها الاكل اللي هي ساعه، الكتاكيت جعانه وانا وزنتها وهي لسه ما كلتش، بدات تتجمع على الاكل. هبدا اضيف العلف اللي هو عليه قشور البرتقال في اطراف السقايات بالشكل ده. انا اضيفه في كل اطراف السقايات العلافات، ولا مؤاخذة مش السقايات، في العلافات
اضيفه معاكم، لان ما ينفعش افضيه هنا في القلب، لانه لو اتفضى في العلافه من فوق بالطبيعي كده هيقعد عشان ينزل والفراخ تاكله، يبقى فترات طويله، وكده الاكل هيحمض قدامهم، وبدل ما انه ينفعهم لا هيضرهم. لازم افضي منه فترات العلافات زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. الكتاكيت بتاكل اهي، بسم الله ما شاء الله. كده انا هضيف بقى غطي السقاية عشان احطها على الكتاكيت. ابدأ. كده حطيت لهم من السقاية التانية، لان هم دلوقتي حجمهم كبر، كنت بحط لهم واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لقيتهم بيصبحوا مخلصين المية، وده غلط على الفراخ. الفراخ لازم يبقى فيهم مية كافية قدامهم، ما تخلص من قدامهم المية. يعني الأكل ممكن يخلص لكن المية لا، ما ينفعش المية تخلص من قدام الفراخ، لأن احنا عارفين إنه الفراخ البيضة بتبقى سخنة ما تستحملش المية تنقص من قدامها. زي ما حضراتكم شايفين الكتاكيت اهي بدأت تاكل. ويلا إن شاء الله جربوا الوصفة دي والمشروب ده، هيساعد على يقوي جهاز المناعة عند الفرد، هيمنع عنده نزلات البرد والخرخرة، هيخلي الكتكوت يقاوم إن كانت حتى عنده بداية خرخرة ولا حاجة بتروح منه ما بتستمرش معاه، وبيرفع من مناعته. احنا عارفين الطائر لما تبقى مناعته عالية بيقاوم الأمراض البسيطة، وبيحول التحويل بيبقى فيه كويس. وزي ما انتم شايفين اهو الفراخ كويس الحمد لله لحد دلوقتي، وربنا يكرمنا في الباقي. ودعوات حضراتكم ما تنسوناش ان تدعوا لنا ان ربنا يكمل الدورة على خير، لان انتم عارفين دورات اللحم دي بتبقى دورات اعصاب، الواحد بيبقى قاعد على اعصابه لانها بتصرف عليه وبتتكلف كتير. اما الواحد بيبقى قلقان على ال100 كتكوت، امال يساعد اصحاب المزارع، يعني يعينهم اللي هم بيربوا الالافات. الله يعين الناس ويعين كل واحد على شغله وعلى عمله. ودي احنا بنحاول على قدنا حاجه بتدخل دخل للبيت، وبتربي فرخه لاولادك ياكلوها تبقى نظيفه انت مطلعاها على ايدك، وبنحاول واللي على الله باقي. ويبقى هنصور معاكم في الايام الجايه، وهنتابع اوزان الكتاكيت ان شاء الله يوم بعد يوم، بلاش كل يوم، ونشوف ان كان في حاجه جديده هبقى اوريها لكم واقول لكم عليها. وان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك في القناه وعمل اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.